لأول مرة من نص التحقيقات عادل إمام قال لمرتضى منصور مش عادل إمام اللي اترمي في القفص، وقال له كمان أنت طالب مني فلوس من تحت الترابيزة. وصلاح السعداني الوحيد اللي أنقذ عادل إمام من مرتضى منصور. تبدأ الحكاية سنة 1983 لما كان مرتضى منصور بيحكم في قضية اترفعت ضد عادل إمام بسبب فيلم الأفوكاتو، وكان بيحضر الجلسات عادل إمام. وفي جلسة دخل حد من المحامين وقدم نفسه وقال بسخرية أنا اسمي حسن ملوخية، فالقاعة كلها ضحكت وعادل إمام بقى يضحك، وكان المحامي ده بيتريق على اسم عادل إمام في الفيلم حسن السبانخ. وفضلت المحاكمات فيها حاجات بتضحك وجلسة ورا جلسة لغاية ما جت الجلسة الأخيرة وخلاص هينطق مرتضى منصور بالحكم. راح شاور لعادل إمام وقال له ادخل القفص. عادل إمام ما صدقش نفسه وقال له أنا أدخل القفص؟ رد عليه مرتضى منصور وقال له انت تدخل القفص عشان اقول لك الحكم. عادل امام قرر كلامه وقال له هو انت قصدك ان انا ادخل قفص؟ مرتضى منصور قال له بحسب، هتدخل ولا اجيب حد يجبرك تخش؟ عادل امام وقتها اتنرفز وقال حاجه خلت مرتضى منصور ما يصدقش. لو وصلت الفيديو اعمل لايك وشير واكتب في التعليقات نوصلك وساعد الفيديو في الانتشار. بيكمل الحكايه الكاتب الصحفي احمد عفيفي في كتابه حكايات ناقصه حاجه، وبيقول انه حضر كل الجلسات اللي اتحاكم فيها عادل امام، واخر جلسه هي كانت اهم جلسه لان عادل امام صمم وقتها انه ما يخش قفص، وقال لمرتضى لا سيادتك مش عادل امام اللي يخش القفص. مرتضى وقتها اتحرج من تحدي عادل امام واتعدل واصدر حكم بحبس عادل امام سنه مع الشغل والنفاذ وغرامه كمان ماليه. ومش بس كده، بعد ربع ساعه رجع مرتضى تاني للمحكمه وطلع المنصه وطلب ان كل القاعه تهدى، وراح قال بصوت عالي وهو بيكتب أدركت إن القانون لا يطبق إلا على الغلابة، لذلك أتقدم باستقالتي. ومش بس كده، ده مرتضى كمان قال في نص استقالته إن عادل إمام ومحاميه جم عنده البيت وقالوا له عايزين نتفاهم وعرضوا عليه مبلغ ب 30,000 جنيه. فمرتضى بيقول في استقالته أنا طلبته. وبعد أسبوع من الحكم أصدر قرار من المحامي العام لنيابات الجيزة بوقف تنفيذ الحكم بعد اجتماع ساعتين مع نقيب السينمائيين. لكن محامي عادل امام ما سكتش على استقاله مرتضى منصور واتهامه له بتقديم رشوه، وراح قدم بلاغ ضد مرتضى منصور بيكذبه وبيقول انه ذكر وقائع ما حصلتش في استقالته، ولا انا ولا عادل قدمنا له رشوه. وراح عادل امام قدم استئناف وخد براءه. لكن الحكايه ما خلصتش لغايه كده. عادل امام عشان ياخد حقه من مرتضى عمل حوار في مجله المصور، ولما اتسال عن مرتضى منصور راح قال وهو بيشوف القضيه طلب مني رشوه عبر وسيط عشان اخد براءه. مرتضى طبعا زي ما انتم عارفين ما سكتش لما قرا الكلام ده وراح قدم بلاغ، ومفيش شهر واخد حكم تاني بحبس عادل امام 6 شهور وغرامه 10,000 جنيه. وخلاص كان عادل امام هيتحبس، لكن كلم وقتها صلاح السعداني، وصلاح السعداني بدوره كلم اخوه محمود السعداني الصحفي الكبير اللي استغل علاقاته وبعت وسطاء لمرتضى منصور وقال له لازم تتنازل عن القضيه. مرتضى وقتها قال موافق بس بشرط يعتذر لعادل امام في الصفحه الاولى في كل الجرائد العربيه والمصريه. عادل امام وقتها اضطر يعمل كده ويتنازل مرتضى عن الحكم. في نهايه الفيديو هل انت شايف ان مرتضى كان صح ولا عادل امام كان صح ومصدق مين فيهم؟ شاركونا برايكم في التعليقات، ولو عجبك الفيديو لايك وشير. تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب وقناتنا على التيك توك.